بسم الله الرحمن الرحيم. معنا السي الحاج طيب. الحاج طيب غادي يروي لكم القصه ديال هذا الحدث اللي وقع هنا. احكي لكم التفاصيل ديالها. هو اللحظه اللي وقع، يعني الزلزال ما كانش في عين المكان، كان في الدار البيضاء. نعم. هو غيحكي لنا اشنو وقع يعني في الامر، الناس يعني شنو سمع الناس والحكايات ديالهم. تفضل سي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. إخواننا أحباؤنا جميع المستمعين أينما كنتم على الهواء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من كل شر من جميع الفتن. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا هذا بلدة أقرد وبلدنا المغرب بصفة خاصة وجميع البلدان المسلمين بصفة عامة. أسأل الله العظيم أن يحفظنا من الكوارث ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا وما لم نعلم. أسأل الله العظيم أن يحفظنا من الزلازل والبراكين وجميع الكوارث برحمته ومنه، لأن الله هو الحافظ. ويقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الأمر لله من قبل. أيها الإخوة، من طول عليكم يعني سولني الأخ، طرح علي السؤال شنو وقع. أنا كنت في الدار البيضاء إخواني، أنا كنت في الدار البيضاء بالضبط في الحسنية، وملي وقع الزلزال خرجت من الدار تيدقوا عليا ولادي حيت انا في بيت نعاس، يعني الصراحه يلاه ناس فيقوني، خرجت بلا الصندره. وملي خرجت اول ما فكرت هذه المنطقه، لان المنطقه ديالنا بالنسبه قادير تارودان الحوز كله بالخصوص قادير وتارودان معرضين علميا للكوارث بالخصوص الزلازل. الاختصار، اول ما لحت واحد الضيوف، واحد الجروب عندنا، سولت الاخوان ديالنا قلت لهم الله يجزيكم بخير، اعطيوني الاخبار ديال البلاد، راه الزلزال كاين في الدار البيضاء، راه الناس كلهم خرجوا من الديور، اعطيونا الاخبار ديال الدار البيضاء. اول ما جاوبني واحد الدري مسكين في تاكرسافت، قال لي الحاج يعني ايها المجموعه، قال لك راه تاكرسافت المسجد، يلاه بنينا هذا المسجد تقريبا ب4 سنين. قال لنا الحاج راه المسجد كله طاح، وفيه المراه الفقيه ومرته، وواحد الدار فوق منهم مات في واحد الدريه. باختصار اتصلت بواحد بنت خويا، بنت عمي كاينه في الدار حتى هي، وقال جاوبتني قالت لي: بنتي فين؟ قالت لي: يا عمي راه انا في وسط الدار ما نقدر نخرج. في هذه اللحظه، هذيك اللحظه راه باقي 5 دقائق بين الزلزال هذه. قلت لها: بنتي واش القديمه ولا؟ قالت لي: يا عمي راه جديده، راه ما تنطلب الله يخرجوني الناس، ومسكينه صبره. باختصار ايها الاخوه، المهم هذا الزلزال في الحقيقه البلايص اللي ضرب راه كارثه، ولكن سبحان الله حتى في سوس عندنا كاين البلاصه ضربها مزيان وفيه الشقاق وفيه حتى في الارض. كاين البلاصه اللي مشات كلها، كاين البلاصه اللي مشات 50%، كاين البلاصه اللي مثلا مشى في 50% مشى كله، وبقات داك 30% و40% كلها تشقات غير صالحه للسكن. باقي داك الباقي تقريبا 5% 6% غادي يتصلح باذن الله عز وجل، ولكن ما يكفيش. نسأل الله العظيم باختصار أن يحفظنا وإياكم من جميع الكوارث. أسأل الله العظيم، هاد الإخوان ديالنا جاوا عندنا من الدار البيضاء، ما كنعرفوهم في الحقيقة، تعرفوا واحد الدرية من بلادنا. شوف سبحان الله العظيم، الحمد لله. راه دائما أيها الإخوان، راه الخير فينا وفي أمتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وغادي يعني نبشركم أيها الإخوة المستمعين أن الحمد لله المغرب راه نعمة من الله عز وجل. جاو عندنا الناس من الصحراء، جاو الناس من الحوز، كاين في الحوز كاين فيها اسمه، جاو عندنا الناس، جاو عندنا الناس من قلعه الصراغنه، جاو من طنجه، تطوان، جاو من الدار البيضاء بزاف، جاو من طنجه، جاو يعني من فاس، من مكناس، سبحان الله العظيم، جاو من الناس من كل حد وعد. نحمد الله على هذه النعمه اللي اعطانا سيدي ربي. ايها المؤمنون اخوه، المؤمنون اخوه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الاختصار ايها الاخوه، راس الله عز وجل كما قال سيدي ربي: ولنبلونكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. دازت 2 دقائق، 3 سكوند 4 سكوند ديال الزلزال، طاح داك الشيء اللي طاح. ها حنا دابا الرابع اليوم، يمكن الخامس اليوم ولا السادس. سبحان الله، ها الناس باقيين الحمد لله يعني تيزورونا خوتنا، يعني يواسيونا وتيساهموا معنا.
الاخوان اللي هو الاختصار الاخ ديالنا سما كان الاخ سميت الاخ ديالك الاخ سميه ديالك نسيتها مصطفى سي مصطفى. الله يجزيك بخير. اسال الله العظيم ما نختصر نعاود له ديولنا نكمل. اسال الله العظيم ان يبارك لك في ارزاقك. اسال الله العظيم جميع كل من ساهم معك واعانك. اسال الله العظيم ان يجزيكم عنا خير الجزاء. اسال الله العظيم ان يجزيكم عنا وعن اخواننا خير الجزاء. أسأل الله أن يبارك لكم في أرزاقكم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون. أسأل الله العظيم الذي جمعنا معكم في هذه المنطقة بغير ميعاد أن يجمعنا معكم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه الصدقة حجابا بيننا وبين النار نحن وإياكم وجميع المسلمين. أيها الإخوة لابتلاء من الله عز وجل ولنبلونكم بالشر والخير فتنة كما قلنا. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. غنزيد لكم بعض المعلومات كاينين والله أعلم يعني صحاح ولا المهم الناس هادشي كاين. بعد السيد جاء عندنا البلاد البارح غير البارح جا معنا مع واحد الكاميو خوينا هنا لشي الناس قال لي الحاج ابشروا راه الماء كله عمرو البيار زاد فيهم الماء. كاين اللي خرجوا كاين اللي خرج العيون. هذا الشيء قالوا الناس يعني وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسال الله العظيم نحن ضعفاء اللهم يا ربي لا تبتلينا بما لا طاقة لنا به يا رب. نحن ضعفاء ونسألك وأنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم الأخ مصطفى أسأل الله العظيم اللي عندكم الوالدين اللي ماتوا الله يرحمهم اللي مات للوالدين الله يرحمهم اللي باقيين نطلبوا الله عز وجل أن يغفر لهم. نطلبوا اللي باقيين عنده الوالدين ديالهم نطلبوا الله عز وجل يوفقوا معاهم نطلبوا الله يعطيكم مرضى ديالهم. نسأل الله العظيم الاختصار كل من ساهم معك في هذه المساهمات ومن دالك في هذا الخير لأن الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله. وربنا كريم وربنا غني. إن الله هو الغني وأنتم الفقراء. إن الله هو الغني وأنتم الفقراء. جزاكم الله عنا خير الجزاء. اسمح لي راه ما بقيتش ما كديتش بزاف الهضر مع ذلك راه درت لك يعني الحمد لله لأن من الواجب علينا إلى ما يعني من بادر لكم بالخير يعني كافئوه فإن لم تستطيعوا عليكم ولو بالدعاء. حنا هادشي اللي عندنا راضيين معكم الله يجزيكم بخير. وحنا غير فقط انا سي حاج طيب حنا غير كنا وسيله سبحان غير الله. وسيله جينا وصلنا واحد الامانه كلفنا بها. سبحان الله وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل هو المسير هو الذي يسيرنا في البر والبحر واعلم ان الله لا يخفى عليه شيء. هذه الساعه اللي كنهضروا فيها الله عز وجل لا يعلمها معنا. ربي راه معنا دابا في هذه الساعه. يقول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. يعلم السر واخفى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وشكون ايها الاخوه بالله ونقدم عليك السؤال بالله عليك هل يستطيع اي من البشر مهما كان يعني يحرك هذه الارض اللي حرك سيدي ربي فاسمه ما يحرك حتى اصبع منها. يقول الله عز وجل وما امرنا الا واحده كلمح البصر. انا غنقول هذا الشيء انا نقول لكم واحد القضيه اخرى أيها الإخوة اقتربت يقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أيها الإخوة أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى امتغت بالحقيقة متى نعرفوا التقوى ديالنا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أيها الإخوة أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. نطلب الله عز وجل يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الملك ديالنا لأن حتى هو الحمد لله راه بادر يعني له الحمد لله اول ما عطى يعني المبادره تنتمنى ان شاء الله الكلام ديالو يوصل للمسؤولين ديالنا باش يعني اول من بادروا يعني
والحمد لله حنا راه كما قلت لكم راه مغرب الحمد لله نفتخر بمغربنا لله. والله العظيم الا كنقولها نفتخر به يعني ولو كان بعض اسمه هذا راه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ومع ذلك الحمد لله المغرب راه في اكثريه الحمد لله الناس داك الشيء اللي شفناه هنا صراحه والله العظيم ربي شاهد بيا هذا الشيء اللي شافوا الناس يعني ربي بغى يبين لنا واحد يعني الاعجاز صحيح. رباني صحيح. اعجاز والله الاعجاز رباني كمل اسمح لي المهم هي فيها رساله من الله. هذا السي ابراهيم السي طيب عفوا هذا الامر هذا فيه رساله لمن يحارب دين الله عز وجل بخاصه الله يجزيك بخير انهم شوف شحال كيسعاو يفرقوا بين المسلمين فيما الله يرضي بينهم عليك. وينشروا نعم. الفساد وينشروا نعم. المنكر ومع ذلك يأبى الله الا ان يتم نوره. سبحانه الحمد لله. شوف سبحانه. من نور الله عز وجل ومن توفيقه وتيسيره ان هي اسباب ان الامر حمد الله عز وجل وربي يامر تاب مجموعه من الناس من العصاة وتابوا الى طاعه الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله استقاموا على الشريعه. هذا فضل الله. وحتى الناس حاسبوا انفسهم ولا بد انهم يحاسبوا انفسهم هو ابتلاء واختبار. نعم جزاك الله. قد يكون بلاء لكنه على الكافرين وبلاء على المنافقين. نعم لكنه ابتلاء للمؤمنين. والابتلاء راه ماشي ابتلاء راه حيت الله عز وجل عذبه لا راه خاص يفهموا الناس. نعم راه ابتلاء ليزدادوا بالحسنات نعم. وينقص منهم السيئات. نعم. راه هذه اللي خاصهم يعرفوا الناس. نعم. راه ماشي دائما ابتلاء راه عقوبه. نعم. راه ابتلاء لرفعه احنا من كنمرضوا واش الله عز وجل بغى يعاقبنا. نعم الله يجزيك بخير. كذلك هذا الامر راه قلتها لهم قلت لهم انا هذا الشيء ملي شافوا قلت لهم حيت سبحان الله العظيم كانوا الناس مصدومين هنا باقي الان كاين الناس اللي مصدوم كاين الناس مساكن اللي والله الا اتصلت بواحد المعلم شاب ممتاز وبعقله باسمو يعني تيخدم معلم ديال البني قلت ليه انا غنطحن معاه قلت له الله يجزيك بخير انا شاد النوبه بحال العصر كي كنديروا هنا قلت له انا شاد النوبه الله يجزيك بخير باش ما تقول لي ثاني راه عطيت نقول هذا وهذا باش تبني لي داك الشيء اللي طاح لي قال لي الحاج والله الحاج ما فيا ما نقدر مازال ندير يدي في شي جنيه صدم مسكين قلت له كيف واش كتهضر مع المعقول قال لي والله الحاج دابا بدا يدير هكا قال لي مسكين ما بقيتش نقد ندير يدي بالمني كاين ناس مصدومين ولكن هذا الشيء كما قلتي كله فتنه صحيح فتنه من الله عز وجل الابتلاء وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربي الله عز شوف كما قلت لك راه الثواني ديال الزلزال وشوف شحال ديال غادي بحال هكا غنتلاقوا فما بالكم بلقائنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ملي غنلقى هذا الفيلم غنلقاه غنلقاو ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وان كان من مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين والله الذي لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه يعني ان الانسان غيلقى الانسان الكتاب ديالو والمؤمن غادي يقول ها اقرأوا كتابيه ها إني ظننت أني ملاق حسابية أما الكافر يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية والله الذي لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه عن صدر ربي سبحانه غنموتوا بالسيف وبغيره بالزنزال ولا بلا زنزال راه غنموتوا ولكن كما قال سيدي ربي ويعني كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامه هذا هو هذا الشيء اللي خصنا من زحزح عن النار ويدخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الا لعب ولهو وزينه وتفاخر اسمحوا لي راه كما قلت لك السي مصطفى الله يكثر خير وفي هذا القدر اسمحوا لي بغيت نزيد معكم ولكن والله الا عارفين بارك الله فيكم الله يجزيك بخير جزاكم الله عنا خير بارك الله في اقدامكم بارك الله فيكم وفي صحتكم نطلب الله عز وجل يجعلنا مؤمنين صادقين امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله عنا خير الجزاء اسمحوا لنا